تخيل تبقى حاكم الشياطين المرعب اللي العالم كله بيعمل لاسمك 1000 حساب، وفي لحظة غدر تلاقي نفسك لابس في جسم شاب مجنون ما بيعرفش يمسك معلقة وعيلته واقعة في ديون للركب. أهلا بيكم في حكاية جونج تشون اللي رجع من الموت مش عشان يرتاح، لا ده رجع عشان يربي المريم من أول وجديد، بس المرة دي في جسم هوام جين الفاشل. أحداث قصتنا بتبدأ من هنا، لما كان بطلنا واقف في ساحة المعركة. المكان كله متدمر حوالينه والدم في كل حتة، وقدامه واقفين أعدائه شيوخ الطائفة، والحقيقة إنهم كانوا آخر اللي باقيين في المعركة. بطلنا في اللحظة دي كان بيضرب آخر ضربة بسيفه، لكن واضح على التعب بعد قتال طويل. الشيخ هوانج يبصله ويقول بثقة: كده خلاص اتأكدنا، هو فعلا تعب. وبعدين يبتسم ابتسامة خبيثة ويكمل: دلوقتي لازم نقتله. لكن بطلنا يبص لهم بهدوء شديد ويقول: إذن أنتم اللي تبقيتوا؟ الشيخ جانجي يصرخ فجأة: استعدوا! وفجأة المعركة تشتعل من جديد. بطلنا يندفع للأمام بسرعة مرعبة ويبدأ قتال دموي حقيقي. الشيخ جانجي يهجم عليه، لكن بطلنا يوجه له ضربة قوية تخليه يرجع كذا خطوة لورا. الشيخ جانجي يتصدم ويصرخ: يا لعين، ماذا تفعل؟ وفجأة يرفع إيده ويصرخ: تقنية، كف بوذا العظيم الخامس. طاقة مرعبة تنطلق ناحية بطلنا، لكن بطلنا يتفاداها بسهولة، وبسرعة البرق يطير فوقه مباشرة ويبصله بنظرة باردة ويقول: هقتلك أنت الأول يا لعين. وفجأة ينزل بالسيف. صدام، السيوف تتصادم بقوة. الشيخ جانكي يصرخ لباقي الشيوخ: جميعا ماذا تنتظرون؟ ثم يكمل بعصبية: لقد حان الوقت. وفجأة باقي الشيوخ يهجموا دفعة واحدة. الشيخ وانغ يصرخ واستخدم تقنية مرعبة: 10,000 رعد متحدين. وفي نفس اللحظة الشيخ تشون يستخدم تقنية وميد شجرة البرقوق، والكل يصرخ في نفس الوقت: مت أيها اللعين. الضربات القوية تضرب بطلنا من كل اتجاه، لكن بطلنا يتحمل الضربات. وفجأة يصد ضربة الشيخ جونج. الشيخ يقول بثقة: فلترتاح في نعيم. لكن في اللحظة دي بطلنا يطير في الهواء مرة تانية، وطاقة مضيئة تظهر حواليه كأن إعصار من القوة بيتكون فوقه. وفجأة الشيخ جونج يبص لفوق ويقول بصدمة: ماذا؟ لكن المرة دي صوته ما كانش فيه ثقة، كان فيه خوف، لأن بطلنا كان نازل عليه من السماء بقوة وحشية مرعبة. وفي لحظة بوم، الضربة تنزل عليه مباشرة، والنتيجة الشيخ جونج يظهر قدامنا ميت، وبطلنا كان قاطع راسه من مكانها بكل بساطة، ويمسكها كده لحظة وبعدين يرميها على الأرض ويبص لباقي الشيوخ ويقول بهدوء. التالي الشيوخ يتصدموا تماما ويصرخوا: هذا وحش دموي. لكن بطلنا أصلا ما اهتمش بكلامهم. وفجأة ينطلق عليهم مرة تانية. الشيخ وانغ يشوف المنظر فيتراجع لورا بسرعة وهو مرعوب، وفي نفس الوقت بطلنا يدخل في اشتباك مباشر مع الشيخ تشون. وخلال القتال بطلنا يقول بثقة: هي دي قوة حاكم الشياطين. ثم يكمل: أنا جونج. الشيخ تشون يصرخ بغضب لوضع حد للرجل اللي غمر السهول الوسطى بالدماء بمفرده. اجتمع أسياد النخبة من الطوائف 9 العظيمة، لكن المشكلة إن القدر ما كانش ماشي زي ما هم مخططين، لأن الرجل اللي قدامهم كان معروف بلقب الأقوى تحت السماء. والنتيجة التحالف كله كان على وشك الانهيار. بطلنا يبص للشيخ تشون ويقول بسخرية: إيه، هي دي قبر اللي جهزتوه؟ الشيخ تشون يرد بثقة: لا. وبعدين يكمل: لقد جهزناه ليكون قبرك. وفجأة يرفع يده ويصرخ: تقنية مطر شجرة البرقوق. وفجأة تظهر أغصان طاقة ضخمة
وتبدأ تلتف حوالين بطلنا من كل اتجاه، لكن بطلنا يصرخ بغضب: ليس بعد. وبعدين صوته يتغير ويبقى مليئا ألما وغضب، ويقول: من أجل الأطفال الذين ماتوا لا أستطيع. بطلنا يصرخ بصوت مليء غضب: مش هقدر، أموت دلوقتي. وفجأة يستخدم تقنية مرعبة ويصرخ: تقنية سيف العدالة، الهيئة الخامسة. ثم يكمل: ذبح التنين الأسود الشيطاني. وفجأة طاقة مرعبة تنفجر حوالينه، والضربة تنزل مباشرة على الشيخ تشون. وفي لحظة الشيخ تشون يموت. أما الشيخ هوانغ فلما شاف المنظر اللي قدامه اتصدم تماما. واضح إن الرعب دخل قلبه، لكن بدلا ما يهرب قرر يقاتل. فجأة يستخدم تقنية بسرعة جنونية ويصرخ: من أجل الباقين على قيد الحياة. ثم يستخدم تقنية فن سيف الإمبراطور اللانهائي. وفجأة السيف يبدأ يتحرك بسرعة مرعبة. الشيخ هوانغ كان في أقصى سرعة ممكنة، ويضرب بطلنا ضربات متتالية بسرعة رهيبة، وبطلنا يتلقى الضربات والدم يخرج من فمه. ده بيوجع زي الجحيم. لكن فجأة يبتسم ابتسامة خفيفة ويكمل: بس لسه مش هموت. ثم يقول بصوت مليان غضب: علشان الأطفال اللي ماتوا. وبعدين يضحك ضحكة خفيفة ويقول: دي مجرد دغدغة. وفجأة ينطلق ناحية الشيخ وانغ بقوة وشراسة مرعبة. الشيخ وانغ يتصدم ويقول في نفسه: ما هذا الوحش العنيف؟ لكن قبل ما يستوعب بطلنا يوجه ضربة قوية. الضربة تقطع أصابع الشيخ وانغ وحتى أنفه. الشيخ يتجمد من الصدمة، ثم يصرخ بغضب: أيها الحقير يا حثالة الطائفة الشيطانية. وفجأة يستخدم نفس التقنية مرة أخرى، لكن هذه المرة يختفي للحظة، ثم يظهر خلف بطلنا مباشرة، وبكل قوته يطعن بطلنا في ظهره. الشيخ وانغ وهو ماسك السيف المغروس في ظهر بطلنا يصرخ: فالتمت يا لعين، حياتك اللعينة تنتهي هنا. لكن في اللحظة دي بطلنا يتعصب بشكل مرعب، وعقله فجأة يرجع لذكرياته، ذكريات أطفاله وزوجته. وفجأة يصرخ بطلنا: مت أنت يا لعين. الدم يندفع من فمه، لكنه يمسك السيف بيده ويلفه ببطء، ثم يقول بصوت مليان غضب: ذلك القدر اللعين. وفجأة يحرك السيف بقوة، لكن الصدمة هنا إن بطلنا طعن نفسه بالسيف، والسيف يخترق قلبه ويخترق قلب الشيخ وانغ في نفس اللحظة. الشيخ يتجمد مكانه من الصدمة، واضح إنه مش فاهم اللي حصل. أما بطلنا فجأة يقفز من مكانه، وبضربة واحدة مرعدة يقطع الشيخ وانغ إلى نصفين. الشيخ يقع وهو بيموت ويقول بصوت ضعيف: كيف؟ ثم يكمل وهو مصدوم: لقد طعن قلبه ومع ذلك ما زال يقاتل وما زال صامدا حتى الآن. ثم يهمس: هل تجاوز حدود البشر؟ وبعدها يقول آخر كلماته: ذلك الوحش هو حاكم الشياطين. ويموت الشيخ وانغ. السكوت يملأ ساحة المعركة. بطلنا يقف وسط المكان، ثم يقول بهدوء: الطوائف التسع العظيمة تم محوها، وجميعهم ماتوا. وبعد لحظة صمت بطلنا يتمتم: هل هذا كاف؟ وفجأة شريط حياته يبدأ يمر أمام عينيه، من أول يوم بدأ فيه الفنون القتالية، لما كان مجرد طفل صغير وكان يتشاجر مع الأطفال في الشوارع. وفي يوم رآه معلمه وقال له: أنت تقاتل جيدا يا فتى. بطلنا يفكر ويقول: هل حياتي تمر أمام عيني هكذا؟ ثم يتنهد ويكمل: لقد مر وقت طويل منذ أن رأيت وجه معلم الشاب. ويكمل كلامه بهدوء: رحلتي في العالم القتالي بدأت من هنا، من المشاجرات اليومية، من أجل البقاء، العيش بدون منزل، الاعتماد على لا شيء سوى سيف واحد. ثم يكمل: اعتمدت فقط على المعارك والحروب. كل يوم كان يجب أن أقتل شخصا فقط لأعيش حتى الغد. ثم يسأل نفسه: تلك الحياة لم يكن لها أي معنى. ثم يتوقف لحظة ويقول:
هل يمكن لمثل هذه الحياة أن يكون لها معنى؟ وبطلنا يكمل كلامه وهو سرحان في أفكاره. هو الحياة ممكن تكون عابرة للدرجة دي؟ وفجأة يظهر قدامه طيف زوجته كأنها واقفة قدامه فعلا، وتبصله بهدوء وتقول: أنا فاهمة شعورك. وبتكمل كلامها: أنا كمان كنت بتشاجر في السوق كل يوم. في العالم ده لو ما اعتبرتش كل شخص عدو مش هتعيش طويل. وبعدين صوتها يهدى أكتر وتقول: بعد ما فقدت والدي ما كنتش شايفة للحياة أي معنى. ثم تنظر إليه وتقول: وأنت كمان مش شايف سبب تعيش عشانه. بطلنا يسمع كلامها وصوته يهتز وهو يرد: أنا كنت عايز أعيش معاكم. لشخص ما يعرفش غير الأكل، انتم اللي اديتوني أمل عيش. ثم ينظر لسيفه ويقول: السيف اللي رفعته كان من أجل الانتقام. ثم يتساءل: لكن فين كان معنى الحياة دي؟ وفجأة يتذكر ضحكة زوجته ويتذكر أطفاله، والدموع تبدأ تنزل من عينه، ويقول بصوت مكسور: طريق الذبح اللي مشيت فيه لمدة 15 سنة، حتى السيف بقى مش حاد ومليان جروح. ثم يتنهد ويقول: لكن في النهاية حققت كل شيء من أجل الانتقام. بطلنا يرفع عينه للسماء ويمسك السيف بإيده، ثم يضع على يده ببطء، وفي اللحظة دي يموت. لكن فجأة يحدث شيء غريب. بطلنا يستيقظ فجأة ويقول وهو متضايق: ده مزعج جدا. ثم ينظر حوله باستغراب ويقول: هل وصلت إلى الجحيم؟ وفجأة بطلنا يبدأ يسمع أصوات حوالينه، وصوت حد بيقول: أخوكم الكبير بسبب حادث مؤسف ما بقاش يقدر يورث تقنيات الطائفة. وبعدين يكمل: علشان كده لازم التقنية السرية لعشيرة زهرة اللهب تروح لابني بدلا منه. وفي اللحظة دي بطلنا يكون لسه مصدوم، لأنه أدرك حاجة غريبة جدا. هو اتولد من جديد لكن في جسم ضعيف جدا. وفجأة صوت أخوه الأصغر يرد بسرعة: أكيد لأ. ثم يكمل بعصبية: أخويا الكبير لسه عايش وبصحة كويسة. وبعدين يقول باستغراب: إزاي تقنيات العشيرة تنتقل لطائفة تانية؟ لكن فجأة الأخت تتكلم وتقول ببرود: أنت أصلا مش من سلالة الأم. وبعدين تكمل: وحتى لو أخويا مش بصحة كويسة مستحيل نورث تقنيات العشيرة لطائفة تانية. لكن الرجل اللي واقف معاهم يضحك ويقول: خلونا ننهي الموضوع ده. وبعدين يكمل بنبرة ساخرة: إخواتك فقراء ومش لاقيين حتى ياكلوا، علشان كده عندي اقتراح. أنا أراهن بالمال وإنتوا تراهنوا بتقنيات عشيرة زهرة اللهب، واللي يفوز في المبارزة يكسب كل حاجة. الإخوة يتصدموا من الكلام ده ويردوا عليه بسرعة: لأ، أخويا أصلا ما يقدرش يدخل مبارزة بسبب جنونه. وبعدين يبصوله بغضب ويقولوا: ولا إيه، فاكر إنك هتخدعنا بالحيل الرخيصة دي؟ في اللحظة دي بطلنا كان لسه مستوعبش اللي بيحصل حواليه، ويبص للناس اللي واقفين قدامه ويقول باستغراب: هو مين موجين ده؟ الجملة دي بس خلت كل اللي في المكان يبصوله بصدمة. واضح إنهم مش فاهمين هو بيقول إيه. لكن بطلنا يكمل بكل هدوء ويقول: أنا حاكم الشياطين. ثم يضيف بثقة: جونغ تشون. وفجأة: تشونغ، بتقول على نفسك حاكم العالم السفلي كمان؟ وفي اللحظة دي السيدة بو تتدخل في الكلام وتقول وهي بتتنهد: واضح إن حالة الابن الأكبر للعشيرة بتسوء يوم بعد يوم. ثم تضيف بهدوء: أنا بقول الكلام ده بس علشان بينا روابط دم. وتكمل: ودي نصيحة مش سيئة. وبعدين تنهي كلامها ببرود: ومفيش داعي للكلام أكتر من كده. ثم تنظر له وتقول: صمتك يعتبر قبول للنزال. ثم تلتفت ناحية تشونغ وتقول: المبارزة هتكون في جناح بيونغ. ثم تحدد الموعد في اليوم 5 من الشهر الثاني. تشونغ يبتسم ابتسامة خفيفة ويقول: ده وعد من فنان قتالي لفنان قتالي. ثم يضيف بنبرة تهديد:
ولو خالفت اتفاق النزال انت عارف العواقب. ثم يضحك بسخرية ويقول: حاكم الشياطين ها؟ واضح انه بيستهزأ بكلام بطلنا. وفي اللحظة دي الأخت الصغيرة البطلنا تتكلم وهي مصدومة: أنا مش مصدقة إنهم بيقرروا كل ده لوحدهم. ثم تبص لبطلنا وتقول بقلق: وانت أصلا عمرك ما مسكت سيف قبل كده. ثم تسأله بقلق: هتعمل إيه؟ لكن بطلنا يبصلها باستغراب ويقول: انت بتتكلمي عني أنا؟ ثم يضحك بخفة ويكمل: وانت بتقولي إني عمري ما مسكت السيف قبل كده؟ وبعدين يهز راسه ويقول: ده كلام مضحك جدا. بطلنا يبص لهم بهدوء وبعدين يقول في نفسه: واضح إن البنتين دول ما يعرفوش أي حاجة عن قوتي ولا مهاراتي، لكن في نفس الوقت الكل واقف مصدوم من كلامه وتصرفاته. وبصراحة هم عندهم حق شوية، لأنهم أصلا ما يعرفوش مين بطلنا الحقيقي. وفجأة نشوف بطلنا بيحاول يجمع الطاقة جوه جسمه، لكن مفيش أي حاجة بتحصل. فيتضايق ويقول لنفسه: إيه الجسم الغريب ده؟ ثم يضغط على أسنانه ويكمل: واضح إنه عمره ما مسك سيف قبل كده. وفي اللحظة دي أخته تقاطعه بسرعة وتقول بقلق: بس كفاية. ثم الأخ ثم تضيف برجاء: لو سمحت يا خاي ارجع لرشدك. وتكمل وهي متوترة: حتى لو كنت في حالة جنون لسه برضو أخونا. ثم تقول بعصبية: وأي نوع من الأغبياء هيقعد ويسيب نفسه يتجر لده كله بهدوء كده؟ لكن فجأة الأخ الأصغر يتدخل بغضب ويقول: حمقاء. ثم يكمل بعصبية: إزاي تجروا تنادي أخونا كده؟ ويصرخ فيها: اعتذري حالا. لكن البنت ترد بعناد: مش هعتذر. ثم تقول وهي متألمة: ده أصلا غلط ماما وبابا. وتكمل بصوت عالي: علشان هم ماتوا. وفجأة تصرخ وتبدأ تبكي، وبعدها تجري بعيد. يسود الصمت لحظة، ثم الأخ الأصغر يتنهد ويقول لبطلنا: هي مش فاكرة. يتنهد ويقول لبطلنا: هي مش فاكرة. ثم يضيف بهدوء: بس أوقات بتفقد السيطرة على نفسها كده. ويبصله ويسأله: فهمت؟ بطلنا يرد بهدوء: فهمت. ثم الأخ الأصغر يقول: أنا همشي دلوقتي، ويترك المكان. أما بطلنا فيقف لوحده ويفكر، ويقول في نفسه: واضح إنهم فاكريني مجنون. ايه العبث ده؟ انا دلوقتي جوه الجسم ده، ازاي ده حصل اصلا؟ ثم ينظر حواليه ويقول في نفسه: والاولاد دول كأنهم اولادي. ثم يهز راسه: ولا يمكن انا فعلا مجنون زي ما قالت؟ ايه الهبل ده؟ وفجأة يظهر قدامه خادمه الشخصي اسمه مسوك، ويقول بقلق: سيدي، انت خرجت بجسمك الضعيف ده؟ ثم يكمل بلهفة: انا كنت قلقان عليك جدا. بطلنا يبصله باستغراب ويقول: مين انت؟ ثم يكمل: واضح انك تعرفني. مسوك يتنهد ويقول لنفسه: واضح ان نوبة الجنون رجعت تاني. ثم يقول له بهدوء: اسمح لي اشرح لك مرة تانية يا سيدي. ويشاور لنفسه ويقول: أنا مسوك، تابعك. ثم ينظر لي ويكمل: وانت موجين. ثم يقول بفخر: زمان كنت موهوب جدا، وكان اسمك مشهور. عدد لا يحصى من الطوائف التقليدية كانوا عايزينه يكون تلميذ عندهم، وفي سن 23 بس بقى زعيم عشيرته. وده انت. وبيأكدها المرة 6205 وهو بيشرحها. بطلنا: حقا؟ يعني لو أنا عظيم كده، ليه مركز طاقتي عامل كده دلوقتي؟ وإيه الجنون اللي بتتكلموا عنه ده؟ ليه الناس كلها بتعاملني كأني مجنون؟ مسوك بيرد: قبل 17 سنة كنت أنت وتشونج بتتبرزوا من غير طاقة داخلية. محدش فاهم مين بدأ القتال أصلا، بس الشيوخ كانوا غايبين والاتنين اتقتلوا. بطلنا: والبعض. تشونج: انت فعلا العبقري الواعد اللي الطوائف التقليدية معجبة بيه، المهارات الصادقة دي من غير سلاح. بطلنا: انت أحمق، ويضربوا بطاقة داخلية. بطلنا: كان المفروض ما تستخدمش الطاقة الداخلية، ليه استخدمت ضربة قبضة الجروح ال7؟ تشونج: هل تعتبر نفسك صاحبي؟ بطلنا: أيوة، زي ما شايف. وبيتذكر: دي كانت ضربة قبضة الجروح ال7 اللي ورثتها من طائفة كونج دونج. بيقولوا آثارها الجانبية مش هزار، حتى لو ضربت مرة واحدة بس. تشونج: تحب تجربها مرة تانية على أخوك الكبير اللي كان دايما بيتفاخر؟ ضربة واحدة ولسه طريح الفراش. بطلنا بعد الفلاش باك: هو اللي عمل كده، وبيقول عليا مجنون؟ لو فعلا الناس فاكرة مجنوني أثر جانبي لضربة قبضة الجروح ال7 يبقى معقول. فلاش باك لتشونج:
وانت هوا موجين رهنت بكل التراث القتالي لعشيرتك وشلتني لمجنون بلا مركز طاقة، وبعدين بوقاحة بيطلب نزال. بطلنا ازاي يتعاملوا مع الوغد ده في الوقت ده علشان كله يوصل لكده؟ مسوك ده كان قرار زعيم العشيرة السابق، رغم ان دوبو كان ابن عمه الصغير وابن مجموعة شونجوها التجارية اللي من العشرة الأوائل في السهول الوسطى، اكتفوا بتوبيخ وشدة وخلاص. بطلنا ابنه اتشل بضربة قبضة الجروح السبعة، وانتهى الأمر بتوبيخ يا لها من عشيرة مزرية. بيروح عند قبر والده مسوك بيقول: الوضع ساء يوم ورا يوم، أبوك غرق في الديون وهو بيحاول يداوي جنونك. قبل 9 سنين أمك مرضت وماتت، وبعد 3 سنين والدك مات مسكلا بالديون. الناس من العشيرة، الطفل دمر عشيرته، والابن أصبح سبب موت والديه، والأخ حط إخوته الصغار في موقف صعب. سمعة عشيرة هوا اللهب انتهت، وكل اللي فضل الديون اللي تكبدوها عشيرتك عشانه، بعض الفنون القتالية، والابن الأصغر لعشيرة هوا اللهب هوا دوجين، وابنة العشيرة هوا سيون إخوته الصغار. وبطلنا بيقول: مرض واحد دمر البيت كله. مسوك أنا جمعت شوية من كتب التاريخ في أوضة هوا موجين، وبطلنا بيتذكر زي الإله الشيطاني جونج تشون مات في المعركة ضد الطوائف ال9 العظيمة. مرت 30 سنة من ساعتها. بطلنا الإحساس الحي بالعالم بيقول لي دي هي الحقيقة. باختصار، أنا دلوقتي ساكن جسد هوا موجين، الابن الأكبر لعشيرة هوا اللهب، مجنون من غير مركز طاقة. اللي كنت محتاج أقتله قتلته خلاص، مش سايب أي ندم في حياتي دي. وبيتذكر شقيقين وظروفهم المأساوية. الطفلين دول دايما في دماغي، يمكن أساعدهم حتى لو شوية، بس أكبر عقوبة عندي هي مجموعة شونجوها التجارية، شلوا جسمي ودمروا العشيرة. بطلنا لازم أستعد فورا لنزالي مع تشونج دوبو في اليوم ال5 من الشهر الجاي. لازم أعيد بناء نفسي على الأقل كمبتدئ، يعني لازم أبدأ من الصفر. وبيجلس يتأمل، يجمع طاقته الداخلية في الدانتين، وبيتذكر معلمه وهو بيضربه. بطلنا يمكن لأن الموهبة القتالية الفطرية للجسد ده استثنائية، وبيبدأ يجمع الطاقة بقوة، وبيفتكر كل اللي بيحبه. مش محتاج حتى أحس بطاقة، بس أغلق عيني وأخلص. المنزل كله بيضيء من بره، وأعضاء العشيرة مش فاهمين اللي بيحصل. واحد منهم السيد الشاب هو إيه ده؟ بطلنا بيقع من الصدمة. شيخ العشيرة بيضحك: أخيرا مات؟ أملح، كله تمام. وبطلنا بيقوم من على الأرض ماسك صباع الشيخ: هاي أيها العجوز، إيه اللي حصل لجسمي؟ كل اللي حاولت أعمله هو تكوين مركز طاقة، بس الألم كان فظيع. شيخ العشيرة: ماذا؟ بطلنا: جسمي، هل عنده بنية خاصة من نوع ما؟ إذا كنت تقصد بنيتك، ده الجسد القتالي السماوي، بنية بطولية نادرة اختأتها السماء، أو كده قال لي راهب شيخ شاولين. بطلنا: بتضحك عليا أيها اللعين؟ العكس تماما للبنية المناسبة للفنون الشيطانية. لو حاولت أمارس فنون شيطانية على جسد زي ده هعاني ألم رهيب، وفي أسوأ الحالات ممكن أموت. الشيخ: في جسور للفنون السماوية، جسر الذبح السماوي، جسر اللهب السماوي، جسر الماء السماوي، وعدد لا يحصى أكتر. مسوك السيد الشاب هو، حاول تتماسك. بطلنا: من بين كل الهيئات السماوية اللي لا تحصى، ليه بالذات دي؟ اللعنة، المبارزة بعد شهر بس، ده وحش جدا. ومن دول العجزة دول؟ مسوك رئيس الخدم دو والشيخ جو. بطلنا: حتى رغم انهيار الابن الأكبر عندهم تعبير زي ده على وشوشهم؟ شيخ العشيرة: أعراض السيد الشاب هو بتزيد سوء، يمكن جه الوقت نحضر شوية حاجات. لا، أنا مش هموت بعد دلوقتي. مسوك: كنت مستلقي 3 أيام. سيد الشاب: شوف نفسك، هل أنت فعلا بخير؟ بطلنا: 3 أيام، جسر ملعون، أنا هموت قبل حتى ما نتبارز. اصمت، دماغي بتدور. الأهم دلوقتي هحتاج سيف لو هتبارز. أنت امشي وجيب لي شوية سيوف فورا. مسوك: إحنا قلقانين على الأكل، منين هنجيب فلوس نشتري سيف؟ بطلنا: أليس في البيت الملعون ده أي فلوس؟ مسوك: دلوقتي إحنا بناخد قروض من طائفة مش تقليدية اسمها طائفة بنهو، بس أسعار الفوائد عندهم سخيفة جدا، والدين علينا كبير بشكل سخيف. فهمت، عشيرة ساقطة، مشكلة الفلوس لازم تتحل. حقا؟ لو كده الدين الكبير مش هيزيد ضرر لو زاد شوية. انت هتقترض اكتر؟ انت مجنون؟ اصمت واكتب رسالة للشيخين، انا هخرج في نزهة. رئيس الخدم مصدوم. السيد الشاب هو راح طائفة بنهو تاني. شيخ العشيرة: طيب ليه كل القلق ده؟ طائفة بنهو تعرف تتصرف. رئيس الخدم: دي مش المشكلة، لو العبث مع طائفة بنهو. بطلنا: طائفة سوسل ممكن تحرك نفسها ضد طائفة بنهو. يا كبير قول ده لزعيمك، هو موجين من عشيرة هو اللهب عايز يقابلك.
الحارس: لو جيت للمؤامرة اقطع الكلام الغبي وادخل. بطلنا: لما لا؟ لو مش قادر جيب لي رئيسك. ايه اللي قلت؟ مسوك: لا يا سيدي، السيد الشاب مريض شوية. بطلنا: وهو بيلعب بالعملة المعدنية، ما اللي بتبصوا عليه؟ الحارس: سيدي قال انه عايز يقابل زعيم الطائفة. عايز مقابلة الزعيم؟ ليه؟ بطلنا: لاقتراض فلوس اكتر. لو ده وضعك مفيش داعي تقابل الزعيم، تعال جوه. مسوك: سيد الشاب لسه ممكن ترجع، عندي احساس وحش. بطلنا: قطعنا كل الطريق ده، ايه رأيك؟ قبل كام يوم الجدة شين من بيت الشاي شافت زعيم طائفة بنهو بيقاتل فنان قتالي مش منتسب. في غمضة عين صدره انشق. بطلنا مستغرب: أسمع، فنان قتالي اتعلم فنون القمر القاتلة السماوية بقوة القاتل المزدوج باليد السوداء؟ نائب الزعيم همس: خادمك يبدو فاهم أسرع منك، الوقت كده فات. بطلنا: هي دي نيتكم من البداية؟ نائب الزعيم: في المدخل مع كل العيون، مش هقدر أضرب ابن عشيرة هوى المهب أكبر، صح؟ شخص مش بيدفع حتى الفايدة، مش عندك خجل؟ مش هسيبك تتطفل علينا زي والديك. مسوك: آسف إني جيت، من فضلك سيب حياة سيدنا الشاب. بطلنا: ماذا؟ زي والدي؟ أنا ملوش والدين، يفكر لنفسه زي ما كان جونغ تشون. نائب الزعيم: نعم، علموهم درس. بطلنا وهو خايف مسوك: هصد الضربة. بيضرب ويكسر عظامه. الراجل: كواه أيها الجرذان اللعينة، تجرؤ تلعب حيل؟ بطلنا: عظامك لينة بالنسبة لحجمك، وبالجسر الفاسد ده أحسن كده بدل القوة النقية. نائب الزعيم: ماذا تنتظر؟ يجري نائب الزعيم ناحية بطلنا بالسيف. بطلنا بيلوح بالسيف وبيقول: يا أيها الوغد. بطلنا بيتفادى الضربات: لأني مش قادر أوازي قوته، لازم أبقى مستقيم. يضربه في أنفه، بينزف نائب الزعيم. بطلنا بيتشقلب في الجو، يطير ويضربه برجله في صدره. نائب الزعيم بيقع على الأرض. أتباعه مسوك: هل أنت بخير سيدي الشاب؟ بطلنا: مش شايفوش إني تمام؟ مسوك مذهول: منين اتعلمت فنون قتالية زي دي؟ بطلنا: دي مش فنون قتالية، مجرد حاجة التقطتها وأنا في الشوارع. نائب الزعيم: ها؟ قضيت وقتك في الشوارع؟ مش وحش. بطلنا مستغرب من العملة المعدنية: بس أنا عايز أتكلم مع زعيمكم بس. بطلنا: هذا صعب؟ نائب الزعيم: أنا مش شخص يسمح لمثلك بمقابلتي. وفجأة يطير في الجو بالسيف ناحية بطلنا. بطلنا مسك عود من الأكل: ما كانش معايا سيف فجبته بديلا، مش وحش كده؟ بيصد الضربة بالعصا وبيلاقي ثغرة في إيده، يطعن نائب الزعيم بعود الطعام. نائب الزعيم مصدوم: انت مش بس صديت السيف بعيدان الأكل، كمان لقيت ثغرة سحقا لك. يضرب بطلنا بالسيف وبطلنا بينحني بسرعة. نائب الزعيم: يا أيها الوغد. بطلنا: لو استهترت بعيدان الطعام ممكن تتغوط على نفسك. وبعد كده بينزل عليه بوابل من الضربات. نائب الزعيم مش عارف يعمل ايه، مش قادر يصده. نائب الزعيم: اعتقدت انه احمق بلا تشيه، بس ازاي وصل للمستوى ده في فترة قصيرة كده؟ هو فعلا هوى مجين من عشيرة هوى اللهب؟ بطلنا: سمعت ان عشيرتنا عليها كوم ديون، فضلت افكر مين اللي حاول ياخد الفلوس بمهارات فظيعة زي دي. ها؟ امتى عملت كده؟ بيلوح بالسيف، بتظهر هالة السيف حوله. بطلنا: اليد السوداء، القوة القاتلة الثنائية، فنون القمر القتالية السماوية، الحركة النهائية. ينزل على بطلنا هجوم ضخم. بطلنا: مين بيمزع هنا؟ انت ايها الشقي. بيتفادى الضربة القاضية ونائب الزعيم مصدوم، لقد تفاداها. يضربه بقوة في وشه نائب الزعيم، يعني كان بيخفي قوته؟ السيف بيتطاير منه وبطلنا يضربه مرة تانية. نائب الزعيم متضايق: تبا لك، ازاي ناوي تتعامل مع العواقب دي؟ بطلنا: أنا مش هنا عشان أسمع تهديدات، بس لو قلت لي اللي عايز أسمعه هأطيل عمرك، لذا هقولك مجددا. خليه أقترض شوية فلوس، هل هتسمح؟ بطلنا بيفرح وبيضحك: وبكده حاكم الشياطين بزي يجمع قرشه بالحلال أو بالدراع يعني.